إخواني أخواتي المغاربة، جيت لكم بآخر المستجدات في قضية بدر اللي دارت ضجة وشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، واللي دارت أكبر شمس العشية للمغاربة اللي تعاطفوا معها سواء بالدعاء أو لا ماديا. فاليوم جيت لكم بآخر التفاصيل الدقيقة من خلال نقاش محامي على هذه القضية هذه بأدق التفاصيل. فتابعوا لا فيديو من الأول حتى الآخر باش تفهموا القضية أكثر وأكثر والمستجدات ديالها. الحقيقة غادي نوقفوا عند حقيقة مرة، واللي كيف ما تيقولوا المغاربة باللغة الدارجة دار أكبر شمس عشية للمغاربة. فغادي نوقفوا على واحد المجموعة ديال المعطيات الجديدة بخصوص القضية ديالو، واللي غادي نوضحوها وتشوفوا كيفاش أنه ضحك على كل المغاربة. لكن قبل كل هذا وذاك، وباش توصل هذه الرسالة لكل من يبحث عن المعلومة، ضغطوا على زر الإعجاب، خليوا لنا التعليقات، وما تنسوش أنكم تشاركوا هذا المحتوى باش أن الرسالة ديالنا توصل إلى كل من يهمه الأمر. حلقة جديدة بتاريخ الخميس 16 أكتوبر 2025. أول شيء، هذه العبارة اللي كان كيرددها بزاف بأنه الطليقة ديالو الثانية واللي تزوج بها في شهر 5 2022 واللي سرقات له 900 ديال المليون، قال بأنه دار لها واحد وكالة عامة ديال البيع والشراء، واستغلت هذه الوكالة ونصبات عليه في 900 المليون. وهنا لما كنتواصلوا مع الناس ديال القانون كيقول لك عدد كبير من المغاربه متتبعي قضيه بدر الشنآن في هذا الموضوع، 900 مليون، الطليقه الثانيه، الغياب ديالو من بعد قطع الهاتف. البينة على من ادعى. انت تدعي، يجب أن تدلي بما يفيد، ولكن يبقى لنا جانب ثاني مهم جدا فيه توعية للرأي العام حول اش كيقول القانون في الوكالة، لا العامة ولا الخاصة. أستاذ الصوفي، طلبنا منك هذا الطلب وما كتردناش، الله يجازيك بخير. الناس بزاف رطوا بيا الاتصال على هذا السؤال، حاولت ما أمكن لخصت في الموضوع البارح، ولكن أنت أستاذ أهل المجال، اش كيقول القانون في هذه الوكالة، لا العامة ولا الخاصة؟ وكذلك موضوع العقار بين الأزواج، واش كتكون متابعة أم تبطل المتابعة؟ أهلا وسهلا أخي يوسف، عدت إلينا والعود أحمد. توحشناك واشتاقنا لك واشتاقنا أيضا للمشاهدين عن طريقك أو من خلالك، اللي كنتوجه لهم بالتحية، وكان نتوجه لهم أيضا بالشكر والشكر الجزيل على تتبعهم أولا للقناة ديالك، وأولا التحايا والاهتمام اللي كيبديوه من خلال التعاليق ديالهم في حقك وفي حق شخصي. بالتالي كنبادلوا نفس الاحترام، نفس الأحاسيس الإنسانية، نفس التقدير، نفس الشوق. وبالتالي يعني احنا موجودين لتنوير الرأي العام في كل القضايا الشائكة التي يمكن أن تثار وتشكل لبس أو إشكال في الأذهان. نحن مستعدين لإبدائها من خلال قناتكم المحترمة. وبالتالي جوابا على سؤالك، أنتم تناقشون معي اليوم قضية المسمى بدر، الذي يعني طلع بواحد القضية أو ظهر في مشهد من المشاهد يعني التي تتسم بالغرائبية، وهو الذي يدعى حسب تصريحاته على أن طليقته استولت على مبلغ أو على مدخراته في مبلغ يعني مبلغ ضخم جدا، اللي هو مبلغ حده في 900 مليون سنتيم، يعني قرابة مليار. بالتالي الأمر هنا يطرح يعني إشكالات اللي لابد أننا نشرحها الرأي العام، على اعتبار أن الطرفين معا، لا هذا السيد ولا الطليقة ديالو، خرجوا الرأي العام، وكانت مجموعة من الخرجات اللي يمكن نستنتجوا منها أشياء عديدة. وبالتالي يكون التحليل ديالنا محايد، يضع اليد على الجرح ويحلل الواقعة في إطار المحددات القانونية والواقعية. بداية كيحكمنا واحد المبدأ أخي يوسف، اللي هو مبدأ ديال أنه القانون يعلمنا الحيطة والحذر من الآخر. ومبدأ آخر من المحددات اللي غادي نعتمدوها في تحليل وفي تشريح الواقعة في ظل الادعاء والادعاء المضاد، في ظل التصريح والتصريح المضاد ديال الطرفين، من الحزم، يعني من الحزم أننا ما نثقوش في الشخص الآخر، من الحزم ومن الجدية ألا
نثق في الشخص الآخر الذي يبدي التصريحات، لأنه أحيانا قد ننساق خلف العاطفة، والعاطفة أحيانا تدفعنا إلى الانزياح وإلى الارتكان وإلى يعني التعاطف مع الشخص في مشهد يخاطب العاطفة ويخاطب العواطف. نحن كمغاربة قد نشهد أو قد نلاحظ شخصا مثلا يسقط في الشارع، وبالتالي السقوط ديالو في الشارع في واحد المشهد يعني اللي كيكون كيرتعش وكيكون هذا الشخص في واحد الوضع الصحي اللي ظاهريا تيبان لنا كنتعاطفوا معاه وتنبكيو عليه. ولكن احيانا مثل هذه العواطف الجياشه اللي هي عواطف محموده طبعا ان نتعاطفوا مع الناس في وضعيه صعبه، ولكن في بعض المواقف يجب ان نستخدم العقل ونستخدم المنطق ونستخدم اللزوم العقلي من اجل الوصول الى الحقيقه. في ظل هذه القضيه هذه المبدا اللي قلت لك قبيله، قلت لك مبدأين. قلت لك المبدا الاول هو الحيطه والحذر من الاخر، والمبدا الثاني من الحزم سوء الظن. دائما نضع امام نصب اعين هذين المبدأين لنتمكن من الوصول الى الحقيقه. طيب، في اطار شرح الواقعه ديال هذا بدر والزوجه سابقا الطليقه حاليا، هذا الشخص الطريقة الثانية طبعا هذا الشخص كيخرج بتصريحات مفادها انه هذه السيده استولت على مدخرات ديال هذا الشخص 900 مليون سنتيم، وانها بالتالي استولت على مجهوده وعرقه وكفاحه وتركته عرضة للشارع في وضعية تشرد وضياع. ترد السيدة المعنية والتي وجه الاتهام تقول: عباد الله، هذا مجرد شخص كذاب أشير نصاب يهلوس ويقول كلام غير واقعي، وأنا ذمتي بريئة من كل هذه الادعاءات. إذن اللي كاين حسين، من الذي يقول الحقيقة ومن الذي يقول عكس ذلك ويكتفي بالتصريحات المجانية ويطلق تصريحات على عواهنها؟ كرجل قانون يجب أن نستند إلى الحجج والدلائل. بمعنى أنت تدعي أو تزعم على أنها مشات لك 900 مليون، تحدد الضحية تحدد المتهمة أو توجه سهام الاتهام بشكل مباشر للطليقة الثانية الزوجة سابقا. عليك أن تعزز ادعاءاتك بوسائل إثبات، ووسائل الإثبات هنا أخي يوسف لا تحتاج إلى كبير عناء، بسيطة جدا. هذا الشخص كيدعي مشات لي 900 مليون، يعزو أن هاد 900 مليون مشات عن طريق أنه مكن هاد السيدة من وكالة عامة تخول لها التصرف في مدخراته البنكية وفي ممتلكاته العقارية. أعتقد هذا هو الطرح اللي قال. إذن أبسط شيء حتى نصدق كلامه ونعتمد واحد القاعدة قوية من أجل أننا نتبنى قضيته كرأي عام أو كرجل قانون. عرض علي مثلا الملف ديالو، نفترض ما يمكن لي نتحرك خطوة إلا نكون أسست يعني القضية أو أسست الشكاية ديالي على وسائل إثبات دامغة. لن أعتمد شهادة شهود في هذه الواقعة، لأننا لسنا بصدد ضرب أو جرح، لسنا بصدد واقعة مادية مشهودة في حالة تلبس أو أنها ليست في حالة تلبس تحتاج إلى شهود. نحن في إطار واقعة تقنية رقمية محاسباتية، بهذا المعنى أنه السيد عنده حساب بنكي مثلا، ما يمكن 900 مليون محطوطة في الدار، ما يمكن 900 مليون يعني دير لها جليجة كما يقال حاطها، لا ما دارش جليجة، حاطها في مؤسسة بنكية. وبالتالي أبسط شيء يجيب لنا رقم الحساب بواسطة شهادة بنكية، ويجيب لنا اللي هو الفي ديال البنكر ديالو، ويجيب لنا واحد مراحل كرونولوجيه لسحب المبالغ.
ثم اكثر من ذلك يدلي بالوكاله، هذه الوكاله العامه، حتى نستطيع ان نقف على ان السيد اللي كيوجه له الاتهام سحبات هذه المبالغ عبر مراحل معينه وعبر دفعات بتواريخ محدده في الزمان والمكان. وايضا نتتبع الخيط الناظم في هذه القضيه لنصل الى ان السيده سحبت الاموال من مؤسسه بنكيه او من عده مؤسسات بنكيه اذا كانت له عده ارصده او حسابات متعدده، ورحلتها هذه المبالغ في طرق او في يعني قنوات معينه، والبحث سوف يقود الى ذلك، لانه هذا السيد خاص يكون احرص على تقديم الشكايه في حينها، لاننا نتحدث عن المال اخي يوسف، والمال هو عصب الحياه، المال والبنون زينه الحياه الدنيا. وهنا تحضرني قولة الشاعر الذي يقول المال هو اللسان لمن أراد فصاحة وهو السيف لمن أراد القتال. فكيف يا أخي أنك تقبل تمشي لك 900 مليون، أنت ما مشاتش لك 100 درهم أو 200 درهم سرقتها لك من الدار باش تمشي بها للحمام، أو تسرقها لك باش تتغدى بها لكل ولادك. وفي مده سمحتي لي سيدي الفضيل، في مده وجيزه هي كتقول لك انا تزوج، لا هو تيقول 3 شهور، انا في الحوار معايا قال 3 شهور، الحوار واضح، وهي كتقول لك الزواج دابا شهر و900 مليون. وثانيا الموضوع اللي بغيت تقرب معايا استاذ اذا كان ممكن كنقطه مهمه، الوكاله العامه. نعلم جيدا انه البنكه خصك وكاله خاصه من عندك البنكه، هذه الوكاله العامه اش من مصداقيه عندها هي باش غادي تقبل تخرج بها 900 مليون مثلا؟ حنا الهدف راه ممكن هادشي كله ما كاينش، لانه هو دابا لحدود الساعه لا هو لا تليفون ما عرفنا فين كاين، ولكن ما يهمنا احترام الناس. كيقول لك مزيان نستافدوا في هادشي ونعرفوا مثل هاد الواقع كيفاش الامور خصها تمشي، كيبقى الاطار القانوني هو اللي بغينا نمشيو ليه. جاوبني على الوكاله استاذ. نعطيك المقاربه القانونيه ونجاوبك بشكل موجز واضح ضاف لا غبار عليه، حتى يوصل حتى الشرح ديالي للاذهان ديال الراي العام او ديال المتتبعين. الوكاله اخي يوسف هي نظمها المشرع في قانون الالتزامات والعقود، يعني في قوانين اللي هي محدده في واحد الباب ديال الوكاله، وعرف شنو هي الوكاله. هو واحد الاجراء اللي من خلاله كيكلف الموكل الوكيل بالقيام باجراءات قانونيه سليمه لفائدته، وقد تكون وكاله خاصه وعامه، ولكن واخا هذيك اللفظ الدارج انه وكاله عامه راه يعني كيعطيها يعني الضوء الاخضر للقيام، ان ملي كنعطي للوكيل وكاله عامه انني معناه انني اطلق يديه في القيام بجميع التصرفات، لا، يجب ان تكون محدده الاوجه ديال الوكاله. واكثر من ذلك المشرع استثنى بعض التصرفات القانونيه اللي منها البيع، ولو تكون الوكاله العامه ضروره توفير اذن خاص، منها القيام بعمليه التفويت او البيع ديال العقارات او الرهون او الحجوز او غير ذلك. كل المعاملات العقاريه لا تحتاج فقط الى وكاله عامه، تحتاج ايضا الى اذن خاص. عاد يمكن هذيك التصرفات ديال الوكيل يمكن اعتبارها تصرفات قانونيه سليمه. اكثر من ذلك ملي كنعطي الوكاله لشخص معين للقيام باجراءات قانونيه سليمه تجلب المصلحه والفائده للموكل، هذا السيد يقول ويصرح انه اعطى الوكاله لهذه الزوجه. هذه الزوجه مفروض عليها تقوم بتصرفات قانونيه محدده، ثم اكثر من ذلك هذه التصرفات لا يمكن ان تتجاوز الاطار والمحددات اللي تعطات في ديك الوكاله، مع استثناء قضيه البيوع والتصرفات العقاريه خاصه اذن خاص زائد الوكاله العامه. ثم ان اذا قامت بتصرفات اضرت بالمصلحه وبالذمه الماليه ديال الموكل، بحال هذه الحاله هذا مراد اعطى حسب الدعائيه حسب زعمه انه اعطى وكاله لهذه الزوجه وقامت بتصرفات خرجت عن الاطار ديال الوكاله وخرجت عن العرف وعن الاعراف اللي ممكن نمشيو عليها في المجتمع، وخرجت عن المحددات القانونيه وسببت ضرر له، هنا المشرع يلزمها بالتعويض، وقد تقع تحت عائله التدليس، وبالتالي المشرع يعني يرتب عن ذلك بطلان هذه الوكاله الى مشى للقضاء يبطلها، ويلزمها بالتعويض كون انها خرجت عن اطار الوكاله وقامت بتصرفات قد تدخل في اطار التدليس. وهنا يعني كيجي التكييف الجنائي،
لان ربما تسولني سؤال والناس كيتسائلوا تيقولوا خاص شي حل لهذه الواقعه. نفترضوا هذا السيد كلامه صحيح وجاب لنا وسائل اثبات وجاب لنا الحساب البنكي وجاب لنا فعلا انه يتحوز مبلغ 900 مليون بتاريخ الواقعه اللي كيدعي، وجاب لنا بان هذه السيده فعلا منحها وكاله، لان هذه الوكاله غائبه، خصو يجيب لنا الوثيقه ديال الوكاله نطلعوا عليها، ويجيب لنا الحساب البنكي ويجيب لنا الوثائق البنكيه والشواهد البنكيه. نفترض جاب لنا هذا الشيء وتتبعنا كما قلت التصرفات والحركات اللي قامت بها السيده، ووجدنا فعلا انها قامت بسحب مبالغ. هنا كيتطرح واحد الكلام اللي هو كلام يعني عامي، كلام مقاهي، راه السرقه بين الازواج لا تجوز، وبالتالي هو كيقولها خرج في واحد الخرجه. وراه معاكم السي يوسف في الفيديو اللي درتو معاه تيقول لكم طرحتوا عليه سؤال وجيه ومباشر، علاش ملي سرقات لك هاد السيده 900 مليون سنتيم ما لجأتيش للقضاء؟ شنو التصرف اللي قمتي به؟ شنو هي رده الفعل؟ لاحظت الجواب ديالو غير منطقي، تيقول وانا ملي لقيتها دات لي 900 مليون عرفت راسي راه ضيعاتني وعرفت راسي ما غنصور والو وسكت، قلت لها غير سيري بحالك. يا اخي هذه راه اموال، دايره 900 مليون سنتيم. ثم ان القانون راه كيحميك، لان يمكن لك تقدم بشكايه وتضمنها بانك تعرضت للسرقه من قبل هذه السيده، وتعرضت لخيانه الامانه، وتعرضت للنصب والاحتيال، وبالتالي غادي الضابط القضائي تجري بحث. لماذا؟ ربما غادي يجاوبني بعض المختصين يقول لك واه هي الزوجه ديالو ما يمكنش، المشرع استثنى الازواج من السرقه ومن خيانه الامانه ومن النصب والاحتيال حسب يعني الرجوع لمقتضيات الماده 534 535 536 هي المحدد، تقول ان الزوج يعني يعفى او الزوجه تعفى من العقاب في جرائم السرقه. وكتجي ايضا جريمه الخيانه الزوجيه كتحيل على هاد المواد، كتقول لك ايضا اللي عنده هاد الصفه ديال العلاقه الزوجيه، زوج او زوجه او احد الفروع او الاصول، واحد سرق جده او واحد سرق ولاده، يعفون من العقاب ولكن لا يعفون من اداء التعويض. بمعنى السي مراد ياك السي بدر، هاد السيده الا قال لك او حسب الفهم ديالك انت اللي هو غير قانوني انها نصبات عليك او خانت الامانه اللي وضعتيها بين يديها او قامت بسرقه هذه المبالغ او المبلغ المهول، فرا المشرع ماشي ما كيحميكش الا كان هذا الشيء صحيح، لا، الا كنتي تتوفر على قاعده قويه. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا. يجب ان تكون قويا في وسائل الاثبات قبل ان تطلق الادعاءات على عواهنها. وهنا استاذي غتحدد ليا دابا عطيتيني الاول لا غتشرح لي بشكل مختصر، عطيني اشنو هو اللي غيعطينا انه له الحق في التعويض بناء على ايش؟ هل اذا كان شخص فاقد الاهليه او كان في ظروف صعبه، او شنو هي المميزات اللي عطى المشرع اللي كيتغير المسار ديال الملف بهذه الطريقه انه ممكن يسترجع الاموال ديالو كما قلتي بكلمه التعويض. بالنسبه للوكاله نعطيك المبطلات ديال الوكاله. عطى الوكاله اصبح فاقدا للاهليه، فتلك الوكاله اصبحت باطله اذا اثبت انه عندما وكل هذه السيده ومنح هذه الوكاله، ولكن بعد يعني استنفاذ هذه الوكاله وبعد انجاز الوكاله تعرض لعارض معين اثر على قدراته العقليه فاصبح مثلا ناقص الاهليه او فاقد الاهليه، هنا الوكاله يتم ابطالها تلقائيا لان الموكل لم يعد في قواه العقليه، لان التصرفات اللي كيقوم بها الوكيل هي تعود على الموكل اللي هو الاصل. انا كنقوم لك باجراءات. سولتيني كيفاش يمكن له يوصل للتعويض. عنده طريقين، اما يمشي للطريق المدني ويقوم بدعوى راميه الى تعويض عن الضرر وبطلان الوكاله لكون انه تعرض كما قلت مثلا لنقصان الاهليه او فقدان الاهليه في تلك الفتره، او كون ان السيده اللي وكلها قامت باجراءات اضرت بمصالحه، باعت وشرات بطريقه من الطرق، لجأت الى التزوير وثائق، والتزوير هنا راه غير مشمول بالاعفاء من العقوبه. الى وصلنا بان الزوجه زورت وثائق
بنكيه او وثائق اداريه او وثائق رسميه. الا زورت وثائق عاديه عرفيه او اداريه فالعقوبه جنحيه تصل الى 3 سنوات. اذا زورت الوثائق الرسميه تصل العقوبه ربما تصل حتى الى السجن المؤبد. عقوبات لانه زورت شي وثيقه رسميه جنايه، ثبت انها ارتكبت فعل السرقه، ويمكن هذا الفعل نعطيوه فعل السرقه اختلاس ماده 505 من القانون الجنائي. السرقه هي اختلاس مال مملوك للغير، يعد سارقا كل من اختلس مالا مملوكا للغير. خيانه الامانه تبديد الاشياء الموضوعه بين يديك، بالذات هذيك الفلوس تصرفات فيها، او نصب واحتيال، نصبات على هذا السيد، استغلات ضعف قدراته العقليه مثلا، استغلت انه توجد في حاله انفعاليه معينه وهو مخمور وهو مخدر وهو قد يعني اعترضه عارض صحي مرض، ولجأت الى الاستيلاء على امواله بطريقه المكر والخداع. هنا تقع هذه كل التوصيفات يمكن تعطى، كتسمى لا كاليفيكاسيون، تكييف الفعل الاجرامي. نعم نكمل. غيتقدم بشكايه، ما مشاش للطريق المدني، مشي للطريق الجنحي، يتقدم بشكايه يقول فيها بانني تعرضت لنصب واحتيال من قبل زوجتي سابقا طليقتي حاليا نظرا لهول المبلغ. لن تقف النيابه العامه موقوفه الايدي، مكتوفه الايدي عفوا، سوف تتحرك وتأمر بإجراء بحث تحت إشرافها من قبل الضابطة القضائية المختصة، وسوف يجرى بحث الاطلاع على وثائقه، حجج الإثبات، اتباع يعني وسائل الإثبات في الملف اللي قلت لك غتكون وسائل تقنية بنكية محاسباتية، يعني وضع اليد على الحمض النووي إذا جاز التعبير، لي زومبران يعني البصمات في هذه القضية، ثم تتبع الخيوط. الامر سهل وبسيط جدا، يمكن الضابط القضائي تفكه في 24 ساعه او 12 ساعه تفك لك هذه النازله. من بعد ثبت انه هذا السيد راه غادي نجيبوا الملف النيابه العامه، السيد الوكيل العام الا بغى يحمي هذا السيد اكثر غيطبق واحد الاليه سوف يتابعها، بالرغم انه في قرارات نفسيه معفى من العقاب، ولكن يتابع ويقدم للقضاء. القضاء إذا ثبت له ارتكاب الفعل سوف يعفيها من العقوبة، ولكن في إطار الدعوة المدنية التابعة أو التعويض المدني غادي يحكم ليه بالتعويض، يمكن يجري خبرة يشوف المبالغ المختلسة الأضرار ويحكم لمصلحته بتعويض كامل شامل وفق المادة 180 من القانون الجنائي يغطي الأضرار المادية والمعنوية والنفسية. هذا الجواب استاذ عليه هو واخا هادشي دابا في حدود الساعه اللي كنتكلموا ما كاين والو في هادشي، كنفترضوا عنده وسائل مزيان. دابا غتعطيني الباب الثاني ديال هاد السيده هادي، اذا كان كلامه كله كذب وبهتان، كله كذب وبهتان، اعطيني استاذ دابا هاد السيده دابا اللي مشهر بها هكاك وهي مسكينه ساكنه غير في سكن اقتصادي ما عندها والو. نعم. يقول الله سبحانه وتعالى، اسمح لي يا اخي يوسف بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة أحب إليكم من الله ورسوله ومساكن ترضونها فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. حتى يأتي الله بأمره. نتحدث عن الأموال، ما يمكنش لك تطلق العينان وتتهم بشكل يعني مجاني بسرقة، ما هي مليون، ما هي جوج، ما هي 100 مليون، سرقة ديال 900 مليون في علاقة زوجية لم تزيد عن 3 أشهر، وما يكونش عندك وسائل الإثبات، وتعرض تلك السيدة للتشهير، تعرض للمساس بالسمعة والكرامة، لأن الاتهام بالسرقة هذا اتهام بالنصب والاحتيال، اتهام بخيانة الأمانة، اتهام بضرب مقاصد العلاقة الزوجية اللي هي ميثاق ترابط شرعي بين رجل وامرأة من أجل الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة على وجه الدوام. هذا هو التعريف ديال عقد الزواج، يعني هو ميثاق غليظ. وبالتالي ملي كيكون يعني انفصام العلاقة الزوجية، فهنا هذه العلاقة الزوجية إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
ولا تنسوا الفضل بينكم. بالرغم أن العلاقة الزوجية يعني كانت قصيرة جدا، ولكن كانت هناك علاقة زوجية وكانت معاشرة وكان هناك ميثاق. وبالتالي ملي كنتهم الطليقة بهذه الطريقة وعلى مشهد وعلى رؤوس الأشهاد وأمام الرأي العام، يجب أن تكون لي الحجج الدامغة التي تؤكد هذا الاتهام، وإلا راك سقطتي في ما يسمى بشيوع التهمة وإشاعة التهمة وشيوع التهمة، واعتديت على هذه السيدة وأصبتها في مقتل وعرضت سمعتها لضرر جسيم جدا، وبالتالي عليك تحمل مسؤولية ذلك. مسؤولية ذلك تتجلى في ماذا؟ لو أن هذه السيدة لجأت إلى القضاء ورفعت شكاية والكلام كله موثق من خلال الخرجات ديالو، وتوصلت واستطاعت أن تتحصل على أن هذا كلام خاوي، كلام يفتقر إلى الدليل، يفتقر إلى الحجة، وأن هذا السيد في كامل قواه العقلية، وأن الكلام صدر عنه يعني وهو يتمتع بكامل قواه العقلية، وبالتالي يعد مسؤولا جنائيا ولا يدخل في إطار الهلوسات، لأنه قد نفترض مثلا أنه يعني يعاني من عارض معين يمكن أن يدخل هذا الكلام في إطار الهلوسات، ولكن هذا الشيء ما غيتثبت إلا من خلال الخبرة. ولكن إذا ثبت أنه سليم وأنه بالتالي يتمتع بقوة العقلية، وأن ما يصدر عنه يدخل في إطار الاتهام الغير المؤسس وفي إطار تشهير بهذه السيدة، فهي قد تلجأ إلى القضاء، والقضاء يعني إلى وصل هذه الحقيقة بلا شك سيؤدي الثمن وستكون الأثمان غالية. أستاذي الله يجازيك بخير، نورتينا بشقين، لا هو ولا القانون شنو تيقول في الحالة ديال هذا الملف، وفي نفس الوقت بالنسبة لها هي إذا كان الكلام ديالو كلام فضفاض ما مبنيش على واحد الأساس. الله يوفقك أستاذي. كتشوف خلفي كاين ميزان، نعم. وأحيانا يرمز للعدالة بواحد المرأة هزة الميزان وأنها محجوبة ما كتشوفش، بمعنى أنه العدالة تقاس في إطار الحق والحقيقة، في إطار الإنصاف، لا نحابي أحدا ولا نتحيز لأحد، وبالتالي هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذا أثبت هذا الشخص صحة أقوالي نحن معه، إذا لم يثبت ذلك وثبت أن تلك السيدة ضحية هذه الإشاعة المغرضة فنحن معها ونحن مع الحق والحقيقة. ولكن الله يوفقك أستاذي. مشاهدينا الكرام، هذا هو الطلب ديال المغاربة، الكل يحاول، الكل يستفسر حول أبعاد مثل هذه الوقائع، وبالأخص النقاش بالأزواج، سواء إذا كان أمور كتعلق بسرقة، وكالة العامة، الوكالة الخاصة، وكذلك موضوع العقار. أستاذ الصوفي أعتقد فصل في الموضوع من جميع الجوانب، كنوجه له الشكر مرة أخرى، ونحن على تتبع. مشاهدينا الكرام، لحدود الساعة كما تكلمت يوم أمس لم نتوصل بأي جواب من عند المعني بادر، علما أنه وعدنا غير يجيب الوثائق، ولكن بعد اختفى على الأنظار. من طبيعي جدا أنه الطريقة الثانية هذا كيبقى حقها، الضرر اللي تعرضت ليه مادام ما دلاش بمعطيات اللي كتأكد الكلام ديالو لجأت للقضاء، يبقى القضاء هو صاحب القرار في الأخير، من هو الجاني ومن هو الضحية. تفضل. فقط نستدرك السي يوسف، ما ننساش أننا يعني في جوابا على المتتبعين ديالك الكرام كنشكرهم ونجدوا لهم الشكر من جديد. نقول كنا نتكلم على الطفلة ملاك، طفلة ملاك نقول رحم الله والطفلة ملاك اللي ماتت نتيجة لسعة عقرب نتيجة الإهمال الطبي وعدم إنقاذها في الوقت من طرف جوج مستشفيات، مستشفى سيدي بن نور ومستشفى ديال الجديدة، أيضا مستوصف ديال جامعة خميس قصيبة. أعاد الله طفل سفيان ديال بلفيدير لأمه سليما معافى. المشاهدين دائما كيسالوك وكيوجهوا لك تعليقات على ان عطينا المآل ديال هذه القضيه ديال سفيان، تنقولوا لهم رحنا درنا المسطره ديالنا، تقدمنا بشكايه مفصله للسيد الوكيل العام السيد التيزاري، استقبلنا شخصيا، وراه الان الملف لا زال في البحث، وهناك اسرار اللي غادي توصل الى
المكان اللي متواجد فيه الطفل الذي لا زال حيا يرزق. بالنسبه سميتو بالنسبه للطفل البشير نقول العداله. الطفل البشير البحث ديال قضيه التحقيق انتهى، لازم ننتظر الجلسه اللي غنحضروا فيها بقوه. جات اشياء لمصلحه الطفل اللي كتاكد التهمه، بمجرد يتحل الملف غنكشفوا على هذه الاسرار الراي العام. نؤكد على اننا كل القضايا اللي كانت تشاركها معك السي يوسف في اطار عملكم كصحفي لازلنا نتتبعها باهتمام ولن نهمل اي شيء. واقول لك اخي يوسف ان الروح المتأججة فيك ستبحث السحر في الحجاره، يومها تعلن نهايه الخريف وبدايه موسم ربيع جديد لك ولكل شرفاء هذا البلد. الله يوفقك أستاذي. مشاهدينا الكرام، بهذه الكلمات غادي نختم الموضوع. دورنا تنوير الرأي العام أي جديد سواء في الملفات اللي كنتناولوا وكذلك موضوع بدر اللي له حدود ساعة لم نتوصل بجواب فيما يخص الوثائق، ونبقى دائما في عنوان البينة على من ادعى. أنت تدعي، يجب أن تدلي ما يفيد، ويبقى الحق للطرف الثاني لما تعرضت له من تشهير واتهام من الطبيعي جدا لجأة القضاء، ويبقى القضاء